بس كان من ضمن الميتنجز الغريبه قبل كده. كان في بداياتي يعني لا كنت دخلت عديت سنتين ثلاثه كده في الريل استيت وحسيت نفسي ان انا جامد جدا. دخلت قعدت مع حد، والحد ده كان هو شغال بقاله 15 سنه في الماركتنج بس في جوجل ادز، وانا ما اعرفش، وانا كنت رايح اقدم على اوبجيكتيف ميتا يعني، وداخل بتكلم بمنتهى الثقه قوي، والراجل بيتكلم بمنتهى الايجو اللي في الدنيا ومش شايف حد قدامه، فكان عمال بيتكلم معايا بيقول لي على فكره انت شغال غلط كده على طول. وانا الحمقى بقى بالنسبه لي احمد ثابت داخل الميتنج، فالحمقى بالنسبه لي بقى ودخلت اتحمقت جدا وقعدت اتكلم ان هو لا انت اللي غلط، والفكره ان انا كنت متاكد ان هو اللي بيتكلم صح، بس مش عايز اقول له ان انت بتتكلم صح عشان قوتي في الميتنج. الميتنج ده اول ميتنج في حياتي والميتنج الوحيد اللي في حياتي اللي كان الهدف بتاعي تحول ان انا مش عايز اقفل الديل، بس عايز اطلع اذاكر لان انا مش مذاكر كويس. انا كنت في الميتنج دوت انا عايز امشي دلوقتي، انا عايز امشي وانا محافظ على الايجو بتاعي اللي هو انا ثابت وانا جامد جدا وبتاع والكلام ده كله، خاصه ما كنتش مذاكر جوجل بنسبه 100%. فكان بالنسبه لي مش عايز اخش له في حته جوجل عشان عارف ان هو اقوى مني في جوجل، وده اعتراف يعني، فده اقوى مني في جوجل بكتير، فما كنتش عايز اخش في حته جوجل دي. فكنت عايز اقفل الميتنج عباره عن ايه؟ ثابت جامد قوي ميتا ايا كانت، وفقنا مع بعض اشتغلنا مع بعض ما اشتغلناش مع بعض، مش اقوى حاجه جوجل، بس مش عايز اوري له انا واصل لفين في نقطه الضعف. وعلى فكره اعترفت له في الميتنج، اعترفت له ان انا مش اقوى حاجه في جوجل بس انا اقوى حاجه في ميتا وقتها. وده كان بالنسبه لي حركه ذكيه مني. ليه؟ عشان لو كنت اتحديته الراجل ده كان هيخش معايا في عندي وكان هيثبت لي ان هو اقوى مني في جوجل وكان هيهز الايجو بتاعي. الميتنج ده اتقلب كوميدي اللحظه ايه؟ ان هو كان قوي جدا جوجل، واكتشفت في الميتنج ان هو مش قوي في ميتا خالص. بقيت طول الميتنج عمال اقول له على فكره انت مش هتعرف تعملها ميتا زي ما انا هعرف اعملها، فبقى يقول لي انا لو جيت لك ميتا هزعلك، فبقول له لا انت مش هتعرف تزعلني في ميتا لان ميتا دي بتاعت انا، وخاصه ان انا وقتها كنت لسه متكرم وكنت اللهم لك الحمد مصنف والى اخره. فكان بالنسبه لي الموضوع اتقلب كوميدي في ان انا بقيت اتنين ديوك قدام بعض، انا عمال بتحداه في ميتا وافهمه ان انت بالنسبه لي في ميتا ما جيتش، وهو كان عمال يتحداني ان انا لو جيت لك في اي حته هعريك. كان عامل زي ماتش بلاي ستيشن كده، وفي الاخر الحمد لله رب العالمين خدت التقيل يعني.